من ألطف الأيام اللي ممكن تعدي على أي حد في الدنيا هو اليوم اللي بتقضيه لنفسك. متعمليش أي حاجة غير ان انتي بتروحي تدلعي نفسك وتشتري حاجة بتحبيها تقعدي تاكليها مع الناس اللي انتي بتحبيهم هناك، وتغيري قصة شعرك ولون شعرك. وهو علميا على فكرة يا جماعة احنا بنتخيل ان احنا لما نقص شعرنا حياتنا هتختلف والمشاكل كلها هتروح. على فكرة هو ده بجد، هو الشعر لما بيتقص فعلا بيحسن من نفسيتنا كتير، واحنا بنحس ان المشاكل كلها راحت معاه واترمت في الزبالة. ولما بنعمل نيولوك عامة الموضوع ده بيفرق في النفسية جدا جدا جدا. طبعا انا كنت اول مرة في حياتي اعمل قصة واعمل المنظر ده، وكنت خايفة جدا عشان انا بحب دايما ابقى لما شعري سليك، وببقى دايما حابة شعري مبقاش نازل على وشي خالص. بس الحقيقة ان هي فرقت معايا جدا وحبيتها جدا علشان تقلت شعري من قدام، لانه ما بقيتش شداه على طول زي ما انا بشده. وعامة يعني دلعي نفسك واعملي نيولك ومحدش واخد منها اي حاجة. احنا اقوياء جدا وانس ان احنا رحنا للكوافير وقررنا ان احنا نعمل قرار جريء زي ده، فما تقلقوش عادي جدا ممكن نعدي بأي حاجة.